موجودين داخل مهرجان الفاست فود من اسكندريه للشيف صفاء سالم، ومعانا الشيف المتميز موش حياته. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم، نورتونا ربنا يخليك. دايما جريده عالم النجوم معودانا ان هي بتغطي كل المهرجانات المميزه، ودايما بنلاقيها في ظهرنا داعم لينا وداعم لكل المتسابقين، والحقيقه احنا اللي بنحييكم دايما على دوركم الايجابي ده. عايزين نعرف راي حضرتك في المهرجانات اللي بتقام على الساحه. احنا دلوقتي كنا بنتكلم على مجموعه المهرجانات اللي ابتدت تبقى منتشره الفتره الاخيره، وابتدينا نصنفها لاكثر من صنف. المهرجانات الترفيهيه اللي احنا بنحضرها بشكل يعني بيبقى الناس كلها بتتجمع مع بعض وبتقابل بعض، دي بتبقى مهرجانات يعني ما بتبقاش ترتقي الى مستوى البروفيشنال. التحكيم بتاعها الى حد ما بيبقى عباره عن نصائح وارشادات للمتسابقين عشان يطوروا من نفسهم، ما بيبقاش الموضوع واخد الشكل البروفيشنال قوي. وطبعا في الايفنتات او الحاجات التانية اللي هي بتبقى مخصصه للفصل او اللي احنا نعرف المستوى الحقيقي للمتسابق، دي التحكيم فيها بيبقى بروفيشنال، بتبقى ناس مخصصه وحكام دوليين بيقعدوا بيناقشوا الطبق قطعه قطعه ومنطقه منطقه، ونقاط الضعف ونقاط القوه عند كل متسابق. وطبعا دي ليها شروط ومعايير وشكل، ودي ليها شروط ومعايير وشكل تاني. تمام. عايزين نعرف راي حضرتك في ست البيت اللي هي تقدر تطلع بطبق مميز ومختلف وقريب الى حد ما للاحترافيه. انا عاوز اقول لحضرتك ان ست البيت بتبهرنا دايما في كل مهرجان. احنا فعلا بجد ودي مش مجامله بنتفاجئ بمستوى ناس بتقدم اطباق بتقارع المطابخ العالميه. هي ممكن ما تكونش نسبتها كتيره، ممكن ما يكونوش عددهم كبير، ولكن ان سيده من المنزل فقط من الخبره البسيطه اللي بتستقيها من الحياه اللي حواليها تقدر تطلع المستوى ده، من تيست لبرزنتيشن لطريقه وشكل لسرعه في الاداء. لا، في ستات بيت بالفعل موهوبين بالفطره، وانا دايما اقول ان الموهبه هي نمره واحد. الدراسه او الخبره بعد كده دي لصقل الموهبه، لكن لو ما فيش موهبه من الاساس فالموضوع ما بيبقاش موجود. لكن هم موهوبين فعلا، عشان كده بيستوعبوا بسرعه وبيدوا نتائج ممتازه. ازاي تقدر الشيفات الاكاديميين يقدروا يفيدوا ست البيت في المجال بتاعها؟ يعني ست البيت فاتحه كاترينج، واحنا شايفين ان هي قادره تطور من نفسها، نفيدها بايه تاني؟ هو الشيف الاكاديمي هو بيقدم طريقه معينه او الستبس او الخطوات المعينه اللي ست البيت لما تسلكها تقدر تقدم منتجها بشكل لائق، وتقدر تكتسب من السوق شريحه من الزباين او شريحه من الناس اللي تستقبل منها. هي بس كل اللي بتبقى عاوزاه ان هي بتبقى عباره عن موهبه دي محتاجه صقل، محتاجه ترتيب. هي بس تسمع الارشادات وتبتدي تطبقها، وهي مع الوقت مع نفسها هي كمان بتبتدي تتطور. من كل مسابقه بتحضرها، من كل كومنت تسمعه من كل شيف، هي بتتطور مره على مره. طبعا احنا قلنا الموهبه اساس، الموهوب بيبقى ذكي وبيبقى فاهم اللي بيقوله الشيف اللي قدامه كويس جدا، غير اللي بيبقى جاي فقط عشان ياخد مركز او مهرجان او يطلع في مهرجان، ده بيبقى حاجه تانية خالص. طيب النهارده كانت مسابقه البرجر، عايزين نعرف ايه الاخطاء اللي وقعت فيها المتسابقين. هو في خطأ تكرر تقريبا في معظم الاطباق، وانا كنت متوقعه، حتى قلت لبعض اصدقائي في لجان التحكيم قبل ما ندخل، قلت لهم هيحصل 1 2 3. الاخطاء هي ان دايما ست البيت بتستقي معلوماتها من قنوات اليوتيوب، من مصادر غير موثوقه، يبتدوا يطبقوا الكلام ده بشكل مباشر من غير ما يجربوا. معظمهم بيتفرجوا على الفيديوهات الاجنبي اللي بتعمل البرجر، اللي بتقول لهم مش عايزين وقت طويل، هي يا دوب دقيقه على الناحيه دي ودقيقه على الناحيه دي، وما بيراعوش ان في فرق كبير جدا ما بين نوعيه اللحم ده ونوعيه اللحم بتاعنا. بره بيستخدموا نوعيات لحمه معينه بتبقى مخصصه للبرجر، فعلا ما بتاخدش وقت كتير في التسويه. احنا هنا قلدناهم بنوعيات اللحم بتاعتنا، فطلع معظم البرجر النهارده للاسف مش مستوي من جوه. يعني الست البيت بتاخد المعلومه من غير ما هي بترجع هي بتسمع ان البرجر ما بياخدش اكتر من دقيقه، دقيقه ونص على كل جنب، بس مش عارفه ان في فرق بالظبط كده. لكن انا لازم اتاكد ان المنتج بتاعي خارج مستوي، ما يطلعش المنتج بتاعي حتى لو كان البرزنتيشن بتاعه كويس شكله جميل، لكن انا ككاستمر او كزبون قاعد في مطعم انا استفدت ايه من طبق شكله حلو بس ني من جوه من شكله.
فاهماني حضرتك؟ فهي القصه في كده. طب عايزين كلمه من حضرتك لرئيس المهرجان النهارده الشيف صفاء سالم. الشيف صفاء سالم الحقيقه انا متابعها في اكتر من مهرجان، من اول ما كانت متسابقه وبتحصل على مراكز لغايه لما وصلنا النهارده ان هي تبقى عندها مهرجان جميل ويوم حلو زي النهارده. تطورها ماشي بخطوات ثابته، وهي بصراحه تعتبر مثال ونموذج لسيدات البيوت اللي بنتكلم عنها، ان هي فعلا طورت من نفسها وثقلت من مهاراتها، وكانت دايما بتسمع وبتاخد النصائح بتاعتنا وبتروح بتطبقها، وفي كل مره كانت بتبقى احسن من المره اللي قبلها لغايه لما وصلنا اليوم ده. واتمنى دايما لكل ستات البيوت ان هم يوصلوا للمرحله. طيب الكلمه الاخيره من حضرتك لست البيت، يا ترى الفرن بيفرق معاها؟ التسويه 50% من الطعم، دي معلومة لازم نحط تحتها 1000 خط. أنا ممكن أعمل ريسبي كويس جدا، ممكن أعمل مكونات كويسة جدا، ممكن أجيب خامات عالية جدا، وأجي في التسوية أبوظ كل ده. لازم أبقى عارف الحاجة بتاعتي بتاخد درجة حرارة قد إيه، نوعية التسوية اللي أسويها ليها بتبقى إزاي، هل هي ستيمينج على البخار ولا هي على الحرارة المباشرة ولا هي في فرن ولا في طاجن. كل حاجة ليها تسوية، لو ما عرفتش الحاجة بتاعتي تستوي إزاي هبوظها مهما كانت الريسبي بتاعتي. بنشكر حضرتك جدا، نورتنا. انا اللي بشكركم، وتحياتي ليكم وتحياتي لجريده عالم النجوم، جريده مميزه، وتحياتي ليكم ان شاء الله معانا دايما منورينا في كل المهرجانات. بنشكر حضرتك جدا. مساء الخير شيف مصطفى. مساء الخير عليكم. عايزين كلمه من حضرتك عن مهرجان الفاست فود في اسكندريه. الاول امسي على الدكتوره الجميله بتاعتنا دعاء نصر، وانا بشكرها جدا على التواجد بتاعته هنا. واول حاجه التواجد هنا كان عشان بنعمل حاجه فاست فود، حاجه جديده جدا في اسكندريه. صفاء طبعا من الشخصيات الجميله اللي احنا بندعمها هنا عشان تعمل حاجه ليها وتعمل حاجه براند وتعمل حاجه للناس اللي معاها. فده كان حاجه جميله جدا، وجينا عملنا تحكيم وكان المستوى جميل جدا وراقي. بالنسبه لحضرتك الاطباق البرجر، تقييم حضرتك ايه؟ البرجر بكل صراحه كان البرزنتيشن بتاعها واو، ياخد 100%. بس بعد الاطباق، بعض الاطباق لما فتحناها وشفنا البرجر لا كان في كويس وما كانش في، لكن عشان كده خدوا مركز اول وثاني وثالث. لكن كان برزنتيشن كان حلو، لكن في حاجات احنا قيمناها ما كانتش مظبوطه. طيب حضرتك شايف ايه اللي بينقذ ست البيت علشان تقدر توصل للاحترافيه؟ التعليم. لازم ست البيت لازم تتعلم، لازم تاخد كورسات، لازم تشتغل على نفسها، لازم تشتغل على نفسها. لازم اول حاجه تاخد الهسل، الهيجين، لازم تعرف البكتيريا، لازم تعرف المخاطر، لازم تعرف انواع التقطيعات. أيوة عشان لما تيجي تعمل حاجه او تعمل خضار او يبقى الخضار يبقى متنوع، ان كل تقطيعه وليها اسم. ولازم تعرف كمان انواع الصوصات، لازم تعرف يعني ايه ديميجلاس، يعني ايه، يعني احنا بنتكلم في العموم. لازم تعرف كل ده، لازم تتعلم، لازم تاخد كورسات. يا ترى ده بتقدر ان هي تستفاد من المهرجانات اللي هي بتشارك فيها؟ هي بتستفاد من الناحيه الفكريه، لكن من الناحيه الادبيه هي بتيجي وتشوف الناس وتتعرف على الناس وبتشوف لكن الحقيقه الاحتياج الحقيقي اللي هي تدرس وتطبق وتيجي المهرجان تعرف هي عملت ايه، اخطائها ايه بالظبط كده، ونجاحاتها ايه بالظبط كده. أيوة. بشكر حضرتك جدا، نورتنا، وبشكر حضرتك، موفق دايما. أشكرك. شكرا لك مصطفى.